هذا علي بن أبي طالب كان يمشي بسوق الكوفة، وتدرون مو كلمة مثلنا هسه بعد ما مرشح روح أصوره بكل مكان. أكو ناس ما تعرف علي شخصا، ما شايفته، ورجال من المدينة وأجل الكوفة. زين، شاف امرأة تبيع ماي، امرأة حاطة جود على كتفها وتوزع ماي، اللي ينطيها واللي ما ينطيها يقول رحم الله والديش بس يشرب ماي. التفت إلى وزير المالية مالته وراه رافع ابن أبي رافع، قال له يا رافع ما هذا، ما قال له ما هذه. المرأة تقول له ما هذه، شنو هاي جاي يسوي؟ قال ما هذا، يعني هذا الوضع الجاي أشوفه. شنو؟ مرة بسوق الكوفة تشيل قربة تبيع ماي؟ قال له سيدي هاي أول مرة أشوفها. راح لها الإمام علي، سلام عليك. قالت وعليك السلام. قال ما تفعلين يا أخت؟ قالت له الله بيني وبين علي بن أبي طالب. عجيب، الإمام تأذى، وما فعل علي معك؟ قالت استشهد زوجي معه بالمعركة وترك لي أطفال 3، احتاريت بعالتهم وما حد سأل عني. التفت لابن أبي رافع قال له يا ابن أبي رافع لم تقودون رقبة مولاكم إلى النار؟ ليش تودوني للحساب؟ هذه المرأة يستشهد زوجها وتنترك؟ خليجي يشوف علي بن أبي طالب النساء اللي راحوا أزواجهم بالفتوى وبالمعارك وبالداخلية وبالجيش، ولحد الآن قطعة أرض ما ناطين النسائهم، ولحد الآن أكو أطفال ضالين بلا راتب. لاحظ له لا؟ قال له يا ابن أبي رافع اذهب وحضر لي ما في بيت المال. شنو عندنا؟ دقيق، سمن، أي شيء موجود. قال له سيدي أحمل عنك؟ قال له لا، إنك لن تحمل حسابي يوم القيامة. شال الطحين على كتفه والسمن والدقيق، وإجا قال لها أخيه دليني بيتك. قالت لا أحمل عنك؟ قال لا تحملي عني وزري، أنا أمشي قدامك ودي قلي لي يمنى أو يسرى. ظلت تمشي وراه، لما وصل إلى بيتها يقول لقى الأيتام 3. قالت له الله بيني وبين علي بن أبي طالب، أنت تذكرني وعلي لا قال دعك عن ذكر علي، أنا أخوك عبد الله، أنا أخوك. أنت تشيمين التنور وأنا أعجن؟ لو لا بالعكس. قالت له أنت لا تحسن العجين، خلى الباب مفتوحة وظل يذب تشيمة بالتنور، والنار تصعد تلفح وجه الكريم. يا علي ذق بما نسيت هؤلاء. هو مو ذنبه، ذنب عماله. إلى أن هفت التنور قعد يلعب ويا الجهال. أول خبزة اللي إجت خلى الأطفال، أكو صورة دائما يحطونها بالمضايف بالحسينيات، 3 أطفال بحضن أمير المؤمنين، هي هاي على هاي الرواية. ظل يجيب الخبزة يحط بيها عسل ويحطها بحلق اليتيم ويقول له كل يا بني وقل إن علي بن أبي طالب بريء الذمة مني، بريء الذمة. إلى أن شبعوا. أشبعتم؟ قالوا بلى. قال لهم دعنا نلعب، شو تحبون نلعب؟ قالوا له نلعب الفرس والفارس. قال لهم أنا الفرس وأنتم الفرسان. انحنى أمير المؤمنين والأطفال ركبوا عليه، واحد على رقبته وواحد على صدره وواحد على بطنه، وأخذ يدور بهم في ساحة الدار. طبعا النار وريحة الخبز تعدت للجار، جيرانها تدري بيها كل شيء ما عندها اليوم خبز وريحة طعام. يقول هكذا ارتقت الحائط، باوعت عليها، شافت علي بن أبي طالب يدور بالأطفال. قالت لها ويلك أتستعملين أمير المؤمنين خادما لأطفالك؟ قالت وأين أمير؟ قالت هذا علي، هذا شايل أطفالك. إجت قالت له معذرة سيدي، معذرة مولاي، والله ما دريت بيك عذرا. قال لها أخي لا تعتذري، أنا المقصر، ما دام ضحك عند الأطفال أنا سعيد وأنا بخير.